يقدم. يا أخوة، هذا شيخ الرافضة في البالتوك وأدمن مشرف في أكثر من غرفة شيعية، غرفة الحق الرافضية وغرفة الشيعة والسنة. يترك دين الشيعة ويتبرأ من الشيعة. الله أكبر. الآن في هذا الوقت خاصة الرجل تعبان راد من العمل أظن. تفضل أخي الحبيب، أنا سأترك المايك الآن وهو يحدث إن شاء الله عن نفسه ومتى كانت الهداية. بارك الله فيك. تفضل لك المايك الآن مباشرة أخي المهتدي، حياك الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه أجمعين، لا سيما أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين صهر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وارض عن صحابة رسول الله وأزواج رسول الله. طبعا يا أخوان، ما أقوله الآن فعلا أنا مهتدي ومنذ فترة، وكنت يعني أجبر على الحوار في هذه الغرفة إجبارا. نعم يا أخوان، إن شاء الله الصوت واضح. كنت أجبر على هذه الغرفة إجبارا، وطبعا هناك أمر حصل، والحمد لله أن أمر هذا الحصل وكشف أحد الخبثاء الرافضة الذي أراد أن يغرر بي لأنه يعرف عني بعض المعلومات، وللأسف عندما أحس بتسنني هددني بنشر صوري ونشر اسمي، وليس كذلك، ولكن استخدم خبث أيضا أكثر من ذلك يا أبو حمد. قام ب يعني عندما تم استدراجي إلى أحد الغرف كان يعلم بذلك أني مستدرج، فأخذ وللأسف صور شخص أظنه سني يا أبو حمد، أو أنه شخص بينه وبينه عداوة، رفيق لا يعرف لا شيعي ولا سني. أظن أن هذا الشخص هو أيضا ممكن يكون سني، أو ممكن أن يكون شيعي يريد أن يصفح حساباته معه، فقام بنشر صوره جيد يعني، واستخدم أسماء وهمية، وهكذا يعني طريقتهم تصفية الحسابات. وأنا يا أخوان أسألوا فقط أن الله يحفظني وأعود لكم إن شاء الله، أدمن معكم في هذه الغرفة، نصدح بحب صحابة رسول الله وأزواج رسول الله. كيف القرآن الكريم ينزل بمدح هؤلاء؟ أنتم ما كنتم تسمعون منهم من مناظرات مع المشايخ ومع هؤلاء، كلها كانت مفبركة، لم أكن أعتقد بأي شيء منها. كنت مهتدي منذ فترة، ولكن ما حصل من مكيدة طبعا هي التي عجلت بي أن أعلن هذه الهداية. وأنا يعلم الله أني مجهد ومتعب جدا وفي حالة عياء، ولكن أتمنى فقط من أبو حمد أن يستر على هذا التسجيل الفاضح الذي وضعت فيه للأسف رغما عني ورغما عن أنفي، وأن يستر صور هذا الرجل الذي لا أعلم هل هو شخص سني أو هو شخص شيعي، لا أعلم. أرجو أبو حمد أن هذه إن شاء الله كلها تزال إن شاء الله من عندكم. وتفضلوا لكم المايك إخواني الأعزاء، والله يعلم الله كم أحبكم. كنت من فترة أريد أن أعلن هذا الهداية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. كبروا يا إخوة. هذا أحد أدمنية الشيعة المعروفين، أدمن في غرفة الحق الرافضية وغرفة شيعة وسنة، وغرفة شيعة وسنة الرافضية، يتبرأ من دين الشيعة ويدخل في دين الإسلام، يسلم ولله الحمد على طريق أهل السنة والجماعة. فالله أكبر. نعم يا أهل السنة والجماعة، هذه آثار الدعوة في هذه الغرفة المباركة.
يا أيها الشيعة، أنا أعلم بأن الآن معنا من الشيعة الكثير في الغرفة يستمع. يا أيها الشيعي، هذا أدمن عندكم في غرفكم كان يحاور وكان يشتم الصحابة رضي الله عنهم. سمعت الحقيقة منه وهو أدمن عندكم. يا أيها الشيعة، اسمعوا ماذا يقول الله تبارك وتعالى في أبي بكر الصديق الذي تشتمون أنتم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر، الله أكبر والله الحمد. نعم، بارك الله فيك يا نعم يا أبا فارس. أنا فقط السؤال الأول، بارك الله فيك يا أبا فارس، يعني نريد أن نعرف ما هي القصة، قصة رفيق الموسوي معك في آخر الأيام. بارك الله فيك، آخر الأيام ما الذي حصل بينك وبينه بالضبط؟ وهل صحيح أنه كان يجبرك على الحوار مع أهل السنة والجماعة في هذه الغرف؟ ما هي القصة بالضبط؟ يريد الإخوان أن يعرفوا هذه الحقيقة. بارك الله فيك. تفضل، هذا أول سؤال. بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد. طبعا أبو حمد، أنت تعرف كم كنت أنا أتكلم معك، والله كنت أحبك، يعني لم تكن هذه من ضمن التمثيلية. طبعا تعرف أن الرافضة كانوا يخافون من أن يأتوا ويناظروا فحول ومشايخ السنة مثل الشيخ الدمشقية حفظه الله والشيخ عثمان الخميس. فأنا بحكم تشيعي يا أبو حمد وبحكم علاقتي مع هذا الخبيث عرف عن تسنني، وأنا طبعا لمن يعرفني أنا بحراني الأصل ومهاجر، ورفيق يعلم بعض الناس الذين يعرفوني وله أعين علي، فهددني بأني ويعرف خلفيتي الشيعية ومعرفتي بعض الأمور وفي يعني قدرتي في المراوغة. فأنتم كنتم دائما تشاهدوني يا أبو حمد، والله يشهد ما كنتم دائما أنت وابن الصحابة تقولي ما لا تهرب يا أبو فارس. هذه كلها كانت مفبركة، لأن الغرفة ما كان فيها مستوى، يعني لا كانوا يبعدون عنها الرافضة. فكنت دائما عندما أجد فرصة، يعني عندما أزنق في الحوار من الشيخ دمشقية من الشيخ عثمان أو من أبو محمد أو ابن الصحابة، رأسا يرسل لي هذا الخبيث يقول لي اخرج من الغرفة، فأخرج من الغرفة وأدخل باسم آخر وأجلس أستمع. فكانت كلها مفبركة، كلها كانت مفبركة يا أبو حمد. وصدقني هذا اليوم صارت فرصة، ولما أنتم قلت لي إن شاء الله أن ما يحصل لي كيد منه، وأنا طبعا راح أهاجر أيضا من الدولة اللي أنا فيها حتى لا يحصل لي كيد من عندهم، وإن شاء الله تجدوني بس أعطوني فرصة حتى أهاجر وأرتب أموري، لأني قد أقتل، فأرتب أموري وإن شاء الله تروني معكم أدمن. فهذه كل ما كان يحصل يا أبو محمد، وهو اليوم كان يعلم بهذا الاسم الذي دخلتم فيه، والله هذا اللي عملتوه يا أبو محمد أنه جهاد، ليس لطاحة بأحد حتى يتسنن. صدقني هذا الذي تعملوه هو جهاد، ولو لم تحصل هذه لظليت متخفيا طول حياتي وظليت خائفا. أنا الآن صحيح أنني خائف، ولكن أستطيع الآن أن أدبر نفسي وأدبر أموري. ولكن يا أبو محمد الله بما وصيتك فيه،